فيلم النهارده اسمه ذا بروديجال سون، بيحكي عن شاب طيب فاكر نفسه اقوى مقاتل بالمدينه، وفي الحقيقه انه غلبان ومالوش فيها والكل بيضحك عليه علشان ياخدوا فلوسه مش اكتر، فبيدور على مدرب بجد ولكنه بيتعرض للقتل، فبيدور على القاتل علشان ينتقم منه. وبتبدا الحكايه في مدينه كوانتانغ الصينيه واللي كانت مشهوره في الوقت ده بحاجات كتير، بس اما الشاب تشانغ ابن عائله سريه جدا في المدينه، وكان بيحب الكونغ فو جدا وحاول يتعلم على ايد معلمين كتير جدا فنون القتال، وكان عايز يكون بطل والناس تحبه فاتصرف على الاساس ده، وكان بيكسب اي قتال صعب ومحدش عارف يهزمه ولقبوه بملك الكونغ فو. وفي يوم لما بيروح لمطعم المدينه الناس بيبقوا فخورين بيه وبمبارياته القتاليه الاسطوريه واللي بيكسب فيها على طول، ولكن لما بيقعد ياكل بيلاحظ ان في 3 اشخاص مركزين معاه جدا وبيراقبوه، بس الفكره ان واحد منهم كان عايز يفتح صاله للتدريب والالعاب القتاليه وعايز يبقى مشهور ويثبت انه قوي علشان الناس تجيله وتشترك عنده ويدفعوا له فلوس ويبقى مدرب لمئات الطلاب، وطبعا مفيش خصم مناسب احسن من تشانغ، ولو غلب هيتشير جدا ويحقق كل احلامه. فجاه 3 بيقلبوا الترابيزه وبيجمعوا على تشانغ بكل قوتهم وبيكسروا المطعم وبيسددوا له ضربات سريعه وقويه، ولكن تشانغ بيقدر يدافع عن نفسه وبيضربهم كام ضربه لحد ما ايده بتوجعه، وساعتها ال3 بيستسلموا والراجل خلاص ندم ومش هيفتح صاله تدريب وهيكتفي بشغله كطباخ مش اكتر، وبيهربوا من المكان. بس الغريب ان خادم تشانغ واللي اسمه تونغ بيجري وراهم وبيبقى سعيد باللي عملوه وان القتال كان شكله حقيقي جدا والناس هتصدق اللي حصل، وبيديهم فلوس علشان القتال المزيف ده. وفي الواقع في ملك الكونغ فو تشانغ الناس بتاخد فلوس علشان تخسر قصاده، بس اوعى تظلموا لان الحياه اكبر من كده. المهم ان في راجل عجوز لما بيشوف تونغ بيدي للناس فلوس مقابل القتال المزيف بيطمع جدا وبيخدعه وبيقول له انه هيخش يقاتل تشانغ وهيغلبه، وساعتها تونغ بيخاف جدا وبيعرض عليه فلوس علشان يشيل الفكره من دماغه، وفعلا هو ده هدف العجوز من الاول. الحقيقه بقى ان تشانغ نفسه ما يعرفش اللي بيحصل وفاكر نفسه مقاتل اسطوري فعلا وبطل قومي ومحدش يقدر يغلبه في الكونغ فو، وكل ده من تخطيط ابوه وامه اللي بيحبوه جدا ومش عايزين يكسروا بخاطره وعينوا تونغ علشان يعتني بيه ويدفع فلوس لاي حد عايز يخش قتال مع تشانغ علشان ابنهم الدلوعه ما يتصابش باي اذى، واي مسابقه تشانغ بيخشها بيدفعوا فلوس لكل الخصوم علشان يتغلبوا قصاده لحد ما صدق نفسه. واللي بيشارك في الخدعه دي تقريبا كل اللي حواليه من خدم ومدربين للكونغ فو اللي بينهزموا قصاده، وكمان اصدقائه اللي بيفهموه انه قوي جدا، وبيجي له صديقه وانغ وبيعزمه علشان يروحوا لمسرحيه جديده في المدينه. وفي العرض وانغ باين عليه انه معجب جدا بالممثله ومش قادر يشيل عينه من عليها وشايفها جميله جدا، وبعد نهايه المسرحيه بيروح علشان يعكسها ويتعرف عليها، وانغ بيبقى سعيد جدا وهيطير من الفرحه، ولكن لما بترفض دعوته للخروج بيتعصب جدا وبيرمي هدومها على الارض، وساعتها البنت بتضايق جدا وبتخش في قتال ضد وانغ واصدقائه وبيكون في غايه القوه والمهاره وبتضربهم بكل سهوله، من الواضح مهارتها العاليه جدا في الكونغ فو، وبتمسك وانغ بتبهدله بالمكياج وبتهزقه وبتخلي شكله زي الاراجوز وبتحتفه على الارض بكل قوتها. وهنا بيظهر باقي الممثلين وبيهزقوا وانغ لانه اهبل، وكل ده كان بيعكس راجل اسمه ليونغ مش اكتر وهم بيدور بنت في المسرحيه، وبيجري وانغ وهو مظلوم، وتاني يوم بيجيب تشانغ علشان ينتقم من اللي حصل ويهزم ليونغ، ولما بيشوفهم بيتريق عليهم لان شكلهم جايين علشان يتهزموا تاني، وساعتها تونغ بيقول ان اللي قصاده ده اقوى مقاتل كونغ فو في المدينه ومحدش يقدر عليه وانه غلب اكتر من 300 مقاتل، ولكن في الحال ليونغ كان عارفه كويس وكمان وصل له كلام انه مقاتل كونغ فو فاشل، والكل بينزل قصاده بعد ما بياخدوا فلوس مش اكتر وابوه بيدفع لهم. وطبعا تشانغ بيتصدم وبيتهمه بالكذب وما بيصدقش اللي بيسمعه، وكالعاده بيحاول تونغ انه يتفاوض مع ليونغ ويدفع له اي مبلغ هو عايزه، لكنه بيرفض الرشوه وبيهزأ تونغ وبيمسكه يضربه وبيوقع على الارض وبيخش في قتال قوي ضد تشانغ وبيصد اي ضربه منه بكل سهوله، وكمان بيسدد له العديد من الضربات واللي ما بيبذلش فيها اي مجهود، ولكنها كانت كفايه جدا لهزيمه تشانغ، وكل ده كان مجرد لعب مش اكتر. ولما تشانغ بيطول لسانه وبيشتم ليونغ ساعتها بيبدا القتال الحقيقي وبيبان قوته الاسطوريه وبيديله ضربات في غايه القوه والمهاره، وبضربه واحده بيطيره اللي بايده بينزل عليه برجله وبيهزمه شر هزيمه، وساعتها بيدرك تشانغ الحقيقه وانه ما يعرفش حتى اساسيات الكونغ فو وانه مقاتل مزيف مش اكتر، واللي عمل فيه كده هو ابوه وامه بيضرب تونغ بالقلم علشان كان بيغشه، وبيجري وهو حزين ومصدوم وبيروح للمدربين بتوعه بيضربهم، وطبعا محدش منهم بيمد ايده عليه علشان ما يخسروش وظايفهم، لكن تشانغ بيهددهم انهم لو ما قتلوش بجد وهزموه هيطردهم بره، فبيعرفوا انهم
اليوم كده كده هيبقى اخر يوم ليهم في المكان ده، فبيقرروا يقتلوا بجد وينتموا منه، وبيمسكوا يطحنوا كل ضربه منهم كانت اقوى من اللي قبلها، وفي خلال ثواني بيقع على الارض مهزوم ومصاب بشده. ومن غضبه بعد ما اتاكد من الحقيقه بيزعل جدا من تونغ لانه كان بيعامله كاخ مش خادم على الاطلاق، وبيبقى جزاته انه يخدعه بالطريقه دي، ولكن تونغ كان بيطيع الاوامر مش اكتر وكان بيعتني بيه وعايزه يبقى سعيد. وهنا بيظهر ابو تشانغ وبيعرفه انه بيحبه جدا وكان بيحاول يحميه مش اكتر، ولكن تشانغ كان نفسه يجيب له مدرب كونغ فو حقيقي ويعلمه فنون الدفاع عن النفس مش يخدعه. فابوه تفهم رغبته راح معاه لليونج وهم محمرين بالهدايا الثمينه كرشوه علشان يضرب تشانغ، ولكنه بيرفض لانه اولا ما بيقبلش الرشوه، وثانيا لانه مش فاضي لفتى مدلل زيه. ولكن تشانغ بيشكره انه شال الغمامه من على عينيه ولولا كان هيفضل مغيب عن الحقيقه، وبيترجاه يدربه وبيوعده انه هيسمع كلامه في اي حاجه وهيتدرب ليل ونهار. بس مع رفض ليونغ القاطع بيتصاب تشانغ بالاحباط وبيرجع للبيت في غضب شديد ويأس، ولكنه بيترعب لما بيعرف ان ليونغ هيسيب المدينه ويمشي مع فرقته، وبيروح لابوه علشان يساعده بجد وينفذ له حلمه ورغبته، وبيقدر يقنعه يشتري الفرقه المسرحيه بالكامل وبكده هيقدر يتحكم فيها. وبيتفاجئ ليونغ باللي حصل لما بيلاقي تشانغ معاهم في المسرحيه لا وكمان بقى المساعد بتاعه، وطبعا ليونغ مش هيقدر يعمل اي حاجه ولبس في تشانغ غصب عنه. ومع وصول المركب والفرقه لوجهتهم الجديده، اول حاجه بيعملها ليونغ انه بيوقع تشانغ في المايه من الغيظ، فبيفكر تشانغ ازاي يضرب نفسه على التصدي لمفاجآت ليونغ لان من الواضح انه مش هيرحمه كل شويه يعمل فيه مقلب، فبيطلب من تونغ انه يهاجمه كل شويه علشان يتعلم ياخد باله كويس. وفعلا تونغ بيسمع كلامه وبسرعه بيرميه تاني في المايه بدون تردد، وفي وقت قليل الفرقه بتعمل المسرح الخاص بيها، وليونغ بيعرف انه مش هيقدر يتخلص من تشانغ الا لما يعلمه الكونغ فو بجد، بس برضه هو رافض الطريقه دي. وفي الوقت ده بيوصل للبلد ابن الامبراطور كونغ والكل في المدينه خايف منه مرعوب بما فيهم الوزراء والحكام، وفي الحقيقه كونغ بيدور على مقاتل الكونغ فو علشان يختبر قدراته وقوته ويتدرب معاه. تاني يوم تونغ بيستمر في تنفيذ تعليمات تشانغ وبيفاجئوا بهجوم بالعصايه لحد ما بيكسره، فبيتعصب وبيجري وراه علشان يضربه. وبالليل بيجي زميل ليونغ في الفرقه وبيعرف انه وقع في مصيبه لانه اتحرش ببنته وطلعت زوجة خبير في الكونغ فو، وبيدور عليه علشان يقتله لازم يستخبى علشان كده مش هيقدر يعمل الدور في المسرحيه، وما بيلاقوش غير تشانغ اللي ممكن يعمل الدور بداله، وفعلا بيفتحوا ليونغ في الموضوع وبيديله دور الجنرال في المسرحيه وبيدهن وشه بالدهان الاحمر وبيطلع على المسرح وبيمثل معاه. ولكن المصيبه ان خبير الكونغ فو جايب رجالته بيدوروا على واللي يعرفوا انه بيمثل دور الجنرال، واول لما بيخشوا للمسرح بيلاقوا تشانغ في وشهم وبيعمل الدور ده، فبيهجموا عليه بكل قوتهم وبيضطر تشانغ يدافع عن نفسه ولكن بدون اي فايده، وبياخد كميه ضربات محترمه لحد ما بيقع على الارض. وهنا بيظهر باقي افراد الفرقه وبيخشوا معاهم في قتاله، وبسبب عددهم الكبير كانوا كفايه يهجموا على الفرقه بالكامل بما فيهم تشانغ، والمعركه في صالح خبير الكونغ فو ورجالته. ومن قوتهم الفرقه كلها بتجري من وسطهم وبيسيبوا تشانغ فريسه ليهم وبيبقوا عايزين يقتلوه، وكل اللي بيعمله انه بيهرب من ضرباتهم مش اكتر ومش عارف يعمل ايه، والرجاله ما بتتفهمش لحد ما ليونغ اللي في الوقت ده على المسرح بياخد باله من القتال اللي بيحصل وان تشانغ في مصيبه، فبيحاول يخلص المسرحيه بسرعه ولكنه بيتفاجئ ان المعركه انتقلت لخشبه المسرح. وبالصدفه كونغ بيكون قاعد وبيتفرج على اللي بيحصل وبيشوف ليونغ وهو بيواجه المقاتلين وبيتصدى ليهم، وبالرغم من عددهم الكبير وقوتهم ولكنه قادر على مواجهتهم وتسديد اقوى الضربات واعنفها، وبيمسك خبير الكونغ فو بضرباته قليله جدا بيوقعوا على الارض، وساعتها المقاتلين بيترعبوا منه وبياخدوا زعيمهم وبيهربوا، وبتنتهي المعركه وبيتم انقاذ تشانغ من الموت. اما كونغ فبعد رؤيته للي حصل عرف كويس ان في مقاتل كونغ فو رهيب بالمدينه، وبعد المسرحيه بيخرج يتمشى في المدينه وساعتها بيلاقي رجل شكله غريب، وده كان من خبراء الكونغ فو، ولكن كونغ دخل معاه في قتال من 5 سنين وكسر له ايده، ومن ساعتها وهو بيتدرب ليل ونهار علشان ينتقم منه لحد ما بقى اقوى بكتير، وبيخش في قتال ضد كونغ وساعتها بيبان ان الراجل فعلا قوي، ولكن كونغ عنده خبره ومهارات فريده من نوعه اسطوريه، وبكام ضربه سريعه بيوقع الغريب على الارض وهو مصاب، ولكنه بيقوم من تاني علشان يدافع عن نفسه، بس كونغ ما بيرحموش وبيديله ضربات مرعبه لحد ما بيكسر له ايده الثانيه، وبيهزمه الشر هزيمه وبيسيبه مكسور اليدين الاثنين وبيمشي وهو سعيد بانتصاره. اما ليونغ فبعد اللي حصل بدا قلبه يحن ويحس قد ايه تشانغ طيب ومتمسك بحلمه وانه عايز يبقى مقاتل ولو هيخسر حياته. كونغ بعد ما شاف قوه ليونغ بيستدعي الفرقه بالكامل لقصره وبيعزمهم على العشاء، وكاختبار لليونغ بيهم رجالته يهجموا عليه وفعلا بينفذوا كلامه، ولكنهم بيتفاجئوا بمهارته في التصدي ليهم والدفاع عن نفسه بكل سهوله، ومحدش منهم بيقدر يلمسه حتى، فبيعجب بيه كونغ بقوته وبيناديه بالمعلم ليونغ وبيعامله باحترام شديد وبيطلب منه يقعد معاه على ترابيزته الخاصه، وبيعرفه انه سافر لمدن كتيره جدا علشان يدور على خبير زيه يتدرب معاه،
ولكن ليونغ بيحس ان في حاجه غلط وبيشك في نواياه، فبيقول انه مجرد ممثل مش اكتر، ولو قاتل حد بجد هينهزم قصاده. ولكن كونغ بيتحدى في قتاله، خصوصا انه لما بيشوف اي خبير في الكونغ فو ما بيقدرش يمسك نفسه وبيبقى عايز يثبت نفسه قصاده ويهزمه، وبيزيد جواها الرغبه في القتال. ولكن ليونغ بيرفض لانه هيسيب المدينه بعد يومين وما عندوش وقت، والمسرح واخد كل وقته. فبيتحدى كونغ انهم يتقاتلوا دلوقتي، وساعتها ما بيقدرش يرفض طلبه لانها تعتبر اهانه لانهم في بيته. فبيوم ليونغ وبيبدا القتال الاسطوري بين خبراء الكونغ فو، والكل واقف بيتفرج، وبتكون ضربات الاثنين قويه جدا فوق الوصف وسريعه بدرجه مرعبه، ومن الواضح ان قوتهم متساويه، علشان كده بياخدوا وقت في تحليل نقاط ضعف وقوه كل منهم، وبيكملوا القتال من تاني، وكل واحد بيسدد اقوى ضرباته واعنفها. وبيحاول ليونغ يستخدم مهاراته واسلوبه المتقدم، وبيقدر يسدد ضربه خاطفه لخصمه وبيصيبه. ولكن في اللحظه دي بيحس انه تعبان جدا ومش قادر ياخد نفسه، وبيقع على الارض. وهنا بنكتشف ان ليونغ بالرغم من قوته ولكنه مريض جدا. وساعتها كونغ بيوقف القتال وبيقول له انه مقاتل اسطوري فعلا وخبير حي لفنون القتال، ولكنه مش هيقدر يقاتله وهو مريض كده، وبيأجل قتالهم لحد ما صحته تتحسن. اما ليونغ فوراه قصه هو كمان، لان ابوه الامبراطور عارف كويس حب ابنه للكونغ فو، وانه بيدور على مقاتلين يتحداهم، فبيأمر الخدم بتوع كونغ انهم لو لقوا مقاتل قوي ممكن يهزم ابنه يقتلوه فورا وبدون تردد علشان يحمي ابنه. وطبعا كل ده من وراه كونغ وما يعرفش اي حاجه عنه، وطبعا الخدم مش هيعرفوا يقفوا قصاد ليونغ لوحدهم ويقتلوه، فبيطلبوا من حاكم المدينه يجهز اقوى 12 مقاتل عنده علشان ينفذوا هجوم مفاجئ على ليونغ. اما ليونغ نفسه فتعبان جدا، والطبيب بيكتب له دواء يساعده على التنفس، وبيحس تشانغ ان كل ده بسببه لانه اظهر قوته لما دافع عنه. وساعتها كونغ قرر يقتله، وفي الظلام الحالك والناس كلها نايمه بيهجم المقاتلين الاقوياء على الفرقه والمسرح، واول ما واحد منهم بيشوف تشانغ بيحاول يهجم عليه ويقتله، ولكن تشانغ بياخد باله وبيتصدى لهجوم المقاتل وبيدافع عن نفسه وبيحاول يهرب من الخنجر المميت. ولكن بيظهر مقاتل تاني بينضم للمعركه، بس تشانغ كان فاكر ان تونغ هو اللي بيعمل كده وبيهجم عليه زي ما طلب منه، ومش فاهم حقيقه اللي بيحصل، وكل اللي بيعمله انه بيهرب من المقاتلين، ولكنه بيتفاجئ بهجوم مرعب وبيفقد الوعي في ثواني. اما باقي المقاتلين فبينفذوا هجوم خاطف في نفس اللحظه على الخيمه اللي نايم فيها ليونغ، وكانوا هيقتلوا كل الموجودين بالمكان بالكامل ويقطعوا رقابهم، وبالفعل في خلال ثواني بينفذوا خطتهم الشريره وبيقطعوا رقاب كل الموجودين بدون رحمه او شفقه، سواء ستات او رجاله. وقبل ما واحد منهم يقتل ليونغ بياخد باله منه وبيقوم بكل قوته بيصدى الهجوم، ولكن للاسف بيتصاب في رقبته وكتفه، وفي لحظتها بيدرك ان في عدد كبير من المقاتلين وقتلوا الفرقه بالكامل، وبيحس ان مصيره الموت. بس واحد زي ده لا يمكن يستسلم وبيضغط على نفسه، وبيستخدم كل قوته في الدفاع عن حياته، وبيضرب كل مقاتل منهم ضربات مخيفه وبيصيب عدد كبير منهم، ولكن للاسف بيبان عليه اثار التعب، بس بيتحمل على نفسه وبيقف قصاد المقاتلين بكل قوه زي الاسد الجامح. وفي اللحظه دي بيفوق تشانغ وبيعرف ان في مصيبه بالمكان، وبيجري بلان الملثمين بيحرقوا كل شيء، فبيهجم على واحد منهم بكل قوته وبيضربه بالعصايه على دماغه وبيتنكر في لبسه، وبيخش للخيمه وبيلاقي باقي الملثمين وهم بيقتلوا ليونغ اللي بيحاول يحافظ على حياته. فبتجيله فكره عبقريه وبيجيب رايه ضخمه وبيولع فيها وبيدافع عن ليونغ وبيولع في الملثمين، وساعتها وشهم بيبانوا وبيعرفوا انهم الخدم الخاصين بكونغ. وللاسف بيقع ليونغ على الارض وبيتجمع الخدم على كونغ وبيضربوه بيكسروا ايده وبيرموه وسط النيران وما بيقدروش يجروا وراه. بس ليونغ بسرعه بيجري وبياخد تشانغ وبيهربوا من باب سري تحت الارض وبيختفوا وبيسيبوا المسرح وراهم عباره عن كتله من النار، والملثمين مش لاقيينهم في اي مكان فبيهربوا. وبيروح للمقاتل وينغ اللي بقى حاسس ان اسلوب القتالي بقى ممتاز، ويقول لبنته اللومي انه من دلوقتي هيركز على فن الكتابه باسلوب جديد بيدمج بينه وبين الكونغ فو، بيعمل يافطه لبنته فيها شويه نصايح وجنبها صورته وهو مبتسم. وساعتها بتفتحوا لومي ان عمال ليونغ رجع امبارح وهو تعبان جدا ومريض، وبرغم من المشاكل اللي بينهم فبيطلب منها تهتم باكله علشان يسترد صحته. وفي الوقت ده تشانغ بيكون جعان جدا فبيحاول يسرق فرخه وبيفضل يعكسها وبيتغزل في وراكها وقد ايه هي كبيره، ومن حظه الاسود ان لومي بتكون واقفه وبتسمعه وبتفتكره بيعاكس، فبتحس بالغضب من طريقته الوقحه وبتهجم عليه وبتضربه وبتندى على ابوها وينغ اللي بيظهر في لحظه وبيدافع عن بنته وبيضرب تشانغ بكل قوته وبيهد العشه على دماغه. بس ساعتها الواد بيخاف وبيجري على ليونغ، اللي اول لما بيعرف اللي حصل بياخده بيرميه لوينغ وبيقول له يربيه، ولكن برضه بيفهمه انه عيل غلبان وما بيقصدش ايه اللي حصل، فبيطلب من تشانغ تفسير فبيقول له انها فهمت غلط وانه ما كانش يقصد يتحرك بيها ولا حاجه، ده كان بيتغزل في الفرخه علشان جعان. فبيبان القصه منطقيه وبيعتذر لهم تشانغ على اللي حصل، ولكن كالعاده وينغ وليونغ لما بيشوفوا بعض بيتخانقوا زي اي اخين، بس بيأجلوا الخناقه وكل واحد بيروح لحاله وهو بيتوعد التاني بمعركه قويه. اما لومي فعلشان قلبها طيب بترفض اوامر ابوها لما قال لها ما تبعت لهمش اي اكل تاني،
وبتاخد فرخه وبتديها لتشانغ علشان ياكلوا. وعلى العشاء تشانغ بيفضل يشتم في وينغ، ولكن من حظه الاسود انه كان بيسمعهم من ورا الباب، وبيخش يضرب تشانغ بوكس محترم بيطيره وبيغمى عليه. وتاني يوم بيقرر يعلم بنته فنون القتال علشان تقدر تدافع عن الفراخ من السرقه، وبيعلمها اساسيات الكونغ فو من ضربات باليد والدفاع عن النفس. ولما بيشوفها تشانغ بيجري وبيتكلم معاه وبيعرف ان ابوها بيعلمها الكونغ فو، على عكس ليونغ اللي لحد دلوقتي وبالرغم من انهم مع بعض 6 شهور بس لسه رافض يعلمه، ده مخليه حزين. فبيصعب على لومي بتخليه يتضرب معاه، بس من غبائه بيديها الضربه بالغلط وبتقع على الارض وهي مصابه بتنزل دم، ولكنها ما بتزعلش منه وبيكملوا التدريبات. وساعتها وينغ بيشوفهم وبيفتكر ان تشانغ بيحاول يتحرش بيها وهي بتدافع عن نفسها، فدمه بيغلي وبيجري بسرعه يجيب الفاس وكان هيقطع ايد تشانغ، لكنه بيقف في اخر لحظه لما بيكتشف انها مجرد تدريبات مش اكتر. لما بيعرف قصته وانه مع ليونغ من شهور ورافض تدريبه بيصعب عليه وبيقول له انه من النهارده هيبقى المدرب بتاعه وهيعلمه كل شيء. فبيفرح تشانغ جدا وبيبدا معاه في تدريبات، ولكن من الواضح ان وينغ كان بيخدعه مش اكتر، وبيقول له على تدريبات ازاي يخش الحمام ويشد السيفون وكان بيتمسخر عليه. ولما بيشوف ان ليونغ بيغضب جدا وبيتخانق مع وينغ علشان بيتريق عليه، ولكن ليونغ بيرد عليه ان المسكين ده معاه بقاله شهور وما عملوش اي حاجه ولا دربه. ولما بيقعد تشانغ لوحده مع ليونغ بيبقى عايز يعرف هو ليه مش راضي يعلمه الكونغ فو، فبيفهم انه صعب جدا وبياخد وقته وصبره وخايف لو علمه يستخدمه بطريقه حمقاء، وساعتها هيبقى عنده اعداء كتير وهيعرض نفسه للموت، والاحسن يرجع لبلدهم ويشتغل مع ابوه. ولكن تشانغ بيرد عليه انه في اي وقت ممكن يخش في معركه، ولو ما عرفش يدافع عن نفسه اكيد هيموت، ولو كل خبير فنون قتاليه فكر زيه كده كل فنون القتال هتختفي من العالم. وبيتضايق من موقف ليونغ وبيقرر يمشي، فبيفكر ليونغ في كلامه للحظه وبيدرك انه على خطا، وبالصدفه وينغ بيبقى واقف بيسمعهم وبيخش لاخوه وبيقول ان الشاب ده عنده حق وواجبهم كخبراء في القتال ينقلوا مهارتهم لاي تلميذ لو مناسب، وانه اناني جدا في رفضه المستمر. وطول الليل بيقعد ليونغ يفكر وهو حزين جدا، وخصوصا مع غياب تشانغ رفيق رحلته. وفي اللحظه دي بيتفاجئ برجوع تشانغ وهو بيتاسف ليه على كلامه العنيف. ومن تاني يوم بيبدا معاه التدريبات وبيقول له ان اسلوبه في القتال اسمه وينغ تشول، وبيعتمد على الصقر وانه مستحيل يستسلم مهما حصل، وبيعلمه الوضعيات الاساسيه في البدايه. وفي نفس الوقت وينغ قاعد بيعلم بنته نفس التدريبات بالظبط علشان تبقى مقاتله محترفه. وتاني درس من ليونغ هو التركيز التام وانه يضرب باقصى قوته وبكامل تركيزه، وبيوريه درس علمي وبياخد تشانغ كام ضربه محترمه، وبعدين بيفهمه ان للاسلوب ده 8 حركات اساسيه بيعتمد عليهم ولازم يدرسهم ويحفظهم كويس جدا. وفعلا تشانغ بيتعلم وراه كل الحركات بشكل ممتاز بالرغم من صعوبتها، ومع مرور الوقت الدروس بتبقى اصعب واعنف، بس هو مستمر ومن الواضح تقدمه لدرجه كبيره جدا، لدرجه انه بقى بيقدر يحافظ على قوته طول المعركه وتركيزه، وبيفادي ضربات ليونغ وبيتصدى ليها. بس وينغ ما بيسيبهمش في حالهم وبيتريق عليهم ليل ونهار. لما بيقعد ليونغ مع تلميذه لوحدهم بيقول له ان فعلا وينغ بارع كده في الاساليب المختلفه للكونغ فو ومقاتل ممتاز في الاماكن الضيقه، وانه لو حابب يبقى اقوى يتعلم على ايده وكده هيجمع بين اكتر من اسلوب للكونغ فو. فبيوافق ليونغ، لكن من الصعب ان وينغ يوافق على تعليمه، وعلشان كده بيروح ليونغ وبيستفزه لدرجه ان وينغ بيتحايل عليه علشان يدرب تشانغ ويوريه ازاي هيعمل منه مقاتل اسطوري. ومن تاني يوم بياخده للغابه وبيبدا معاه التدريب الخاص بيه، وبرغم من قوه تشانغ اللي اكتسبها من ليونغ بس من الواضح ان وينغ عنده خبره اكبر وبيقدر يتصدى ليه وبيهزمه بسهوله. ومن وقتها بقى بيتعلم على ايده حركات مختلفه ودروس كتيره وبيستخدمها كويس جدا، وبيعلمه ازاي يشوف نقاط ضعف عدوه ويستغلها. وبمرور الوقت للاسف ليونغ بقى مريض جدا وعلى فراش الموت، وفراقه للحياه مساله وقت مش اكتر، ومفيش اي حاجه في ايديهم يعملوها، وللاسف الادويه غاليه جدا وهما معهمش فلوس. فبيقترح تشانغ انهم يرجعوا معاه لبلده وهناك هيقدر يساعده وهيجيب له دكاتره وكل الادويه اللي محتاجها. ولكن ليونغ بيرفض رفض تام وبيقول انه مش محتاج ليه فلوس ولا مساعدته، لكن وينغ بيقدر يقنعه انه يسافر معاه وده املهم الوحيد في انقاذ حياته. تونغ مع اختفاء تشانغ لمده كبيره بيكون قلقان عليه جدا، وفي اللحظه دي بيتفاجئ انه رجع من تاني بالسلامه. ومع ليونغ اللي اصبح مريض بشده بعد ما كان فاكرهم ماتوا، وبالصدفه بيوصل لمدينه كونغ ورجالته لسه بيدور على مقاتلين اقوياء علشان يتحداهم، وبيقعوا قصاده الاثنين المدربين اللي كانوا مشغلين عند تشانغ، ولكنهم كانوا اضعف من القتال ضد كونغ وخادم واحد بيضربهم بكل سهوله. فبيقولوا لكونغ انه لو عايز يبقى مقاتل كويس يقدر يروح ويتحدى ملك الكونغ فو، وان ده افضل مقاتل بالمدينه. وبالفعل بيروحوا البيت تشانغ وبيعرفهم تونغ من اول نظره، ولكن الصدمه الكبيره بتكون من نصيب كونغ اللي كان فاكر ان تشانغ وليونغ ماتوا في الحريق.
ودلوقتي اكتشف انهم عايشين وليونغ هنا بيتعالج، فبيبقى عايز يقابله باقصى السرعه، ولكن الخدم الخاصين بيه بيترعبوا وبيقولوا لكونغ يقابلهم بعدين لانه اكيد مريض، ولكن كونغ بيرفض وبيطلب يقابله دلوقتي حالا. وبالفعل بيخش له وبيقول له انه سعيد جدا علشان شافه فرحان، وطبعا ليونغ كان فاكر انه جاي علشان يقتله، وبيبقى كونغ جاي علشان يكملوا القتال اللي بدأ بينهم لما يسترد صحته. وساعتها ليونغ بيفقد اعصابه وبيضرب الخدم وبيغمى عليهم، وبيقول له انهم يتقاتلوا دلوقتي في مباراه حتى الموت علشان يصفوا الحساب اللي بينهم، وان الافضل كان يجي يقتله وهو ملثم ويولع النار في البيت ويقتلهم كلهم. وساعتها كونغ بيحس ان في حاجه غريبه وبرضه بيشعر بالاهانه الشديده، ولكن الخدم ما بيدوش فرصه للتفكير وبيتخانقوا مع ليونغ وبيتموا باهانه ابن الملك وبيضربوه بالخناجر في غمضه عين. وطبعا رد فعلهم كان غريب وعنيف، فبيتعصب عليهم كونغ، فبيعترفوا له بكل شيء وانهم قتلوا الفرقه وولعوا في المسرح، ودي اوامر ابوه كان لازم يحموه. فبيتعصب عليهم وبيضربهم وبيجري على ليونغ علشان يشرح له ان كل ده حصل من وراه وما كانش يعرف المصايب اللي عملوها. وفي اللحظه دي بيخش تشانغ وبيفتكر ان كونغ هو اللي طعن ليونغ وقتله، وبدون تفكير او تردد بيجمع على الخدم وبيهزمهم. وقبل ما يقتل كونغ ليونغ بيوقفه وبيقول له يبعد عنه ما يقتلوش لانه ابن الامبراطور وممكن عائلته كلها تتسجن او تتقتل، وبيموت في لحظتها. وبعد ما بيدفن بنلاقي تشانغ وهو في قمه حزنه وبيبكي، وبيتفاجئ بظهور كونغ وهو بيؤدي الاحترام والتحيه لليونغ، ومن جواه بيطلب منه السماح والمغفره لانه تسبب ليه في كتير من الالم والمعاناه، وانه علشان يحقق العدل قتل الخدم بتوعه. وبيوعده من النهارده مش هيستغل مركزه تاني وهيتجه لوحده بحثا عن مقاتلين الكونغ فو، ولكنه واثق ان عمره ما هيلاقي مقاتل في قوته. في اللحظه دي بيقوم تشانغ بيتحدى في قتال علشان يجيب حق ليونغ، وبالفعل بيروح لمكان مهجور في الغابه علشان يبقوا لوحدهم، وبيجري تشانغ وهو في قمه غضبه وبيهجم على كونغ باسرع الضربات واعنف الركلات. ومن مهارته العاليه كونغ ما بيصدقش نفسه لكنه قادر بيتصدى لضرباته بمهاره عاليه جدا، والقتال كان قوي ومرعب فعلا. وتشانغ بياخد كام ضربه في وشه وبقى فاكر انه هيتهزم، ولكنه بيستجمع كل قوته وبيقف قصاد كونغ، ومن قوته العاليه بقى من الواضح انه اتعلم كويس على ايد ليونغ واخوه، فبيفتكر دروسهم وبيهزم كونغ وبيوقعه على الارض. وقبل ما يقتله بيرجع في كلامه وبيكمل القتال من تاني. ساعتها كونغ بيضربه بركله في غايه القوه، وبيستمر اقوى قتال حصل بالمدينه، وبيساعد تشانغ قوته وبيقف زي الوحش بقوه مهوله قصاد كونغ، وبيديله بالراس وبيسبب له اصابه مخيفه، وبضربه واحده بيطيره من فوق السلم. وكونغ خلاص بقى عارف انه ينهزم ولكنه رافض للاستسلام، وبيجي على تشانغ فبيضطر يقف قصاده وبيستغل نقطه ضعفه وبيهزمه الشر هزيمه، وبيقع على الارض غير قادر على الحركه. وبكده قدر يحقق هدفه وينتقم لمعلمه بقى فعلا ملك الكونغ فو. وبكده بيكون فيلمنا خلص، استنونا في فيلم جديد واكشن جديد.